عمرك سألت ابنك أو بنتك سؤال بالعربي فرد عليك بالإنجليزي؟ بتحصل. كل الناس اللي عايشين في أمريكا تقريبا حصل معاهم الموقف ده. حاول دايما ما تردش على عيالك بالإنجليزي، استمر في العربي بتاعك وحاول إن أنت تعلمهم العربي واحدة واحدة. أنا عارف إن في ناس كتير هتوجع دماغي وتقعد تقول لي بس عيالنا بيعرفوا عربي، بس عيالنا بيفهموا كويس. لا، أنا بتكلم على العربي بتاعنا، بتكلم إن أنت تعمل معاه محادثة كاملة ويكون فاهم كويس قوي المفردات واللغة. خلي عندك صبر، الموضوع مش هيجي بين يوم وليلة. لما يرد عليك بالإنجليزي حاول تفضل تكلمه بالعربي وتثبت على موقفك، مرة على مرة الموضوع هيتظبط. ممكن وانتوا قاعدين على العشاء تتكلموا بالعربي، ممكن تشغل فيلم عربي وتتفرجوا عليه مع بعض، ممكن تشغل أغنية في العربية وانتوا ماشيين. في الآخر حاول ما تفصلش الثقافة بتاعتك عن تربية عيالك مهما كانت الأسباب. أمريكا غول كبير وهيسحب عيالك في حتة انت مش عايزها خالص. حاول دايما ان انت ما تخليهمش يفقدوا الصله ما بين اللغه والثقافه بتاعتنا، ومالكش دعوه ان الناس في مصر بيتنططوا ان هم بيتكلموا انجليزي احسن من غيرهم وان هم ما بيعرفوش يتكلموا عربي خالص. مش لازم تفضل متمسك بالفصحى والصرف والنحو والبلاغه، بس حاول على قد ما تقدر ان انت تعلمه اساسيات اللغه، ويا ريت قراءه القران. انا غلطت عشان انت تستفيد. سلام.